So today I just got engaged. ان شاء الله الف مبروك يا حبيبي يا موفلوجز، الله يهنيك. كلنا عارفين موفلوجز اللي عامل من اخته منتج متاح ومتوفر للجميع وحسب الطلب كمان، مرة مع دهون مرة بلا دهون، حسب شو طلب الجماهير بيشتغل. فاليوم حب يطور من المحتوى ويتزوج. لانه انتوا عارفين انه المنتج هذا صار مستهلك، لازم يكسر روتين المتابعين. تفضل. Alright, so today I just got engaged. The one and only. Whoa! Wait, my boob. You're supposed to be my wife. Whoa! اوه يو ما شاء الله عليك، ما توقعتك حمش وغيور كل هيك. هو طبعا رفض تعمل هذه الحركات امام الناس، حكى لها ممنوع، زوجتي لا تفعل هذا، لا انت زوجتي وما بيصير. بس رغم انه هو عصب بشكل كبير، ورغم ذلك ضحى ونشر الستوري من شان سعادة المشاهدين فقط. حبيبي مو خليني خبرك شيء، تستعرض اختك اللي هي المنتج المتاح للجميع، وبتستعرض زوجتك، وبترجع اخر شيء بتسوي فيها انك انت بترفض هذه الحركات. لا يمكنك ان تلعب دور المستشرف، لا فيك تمثل انك غاضب، انك حزين، اي شيء، بس ما فيك تلعب دور المستشرف، لانه الشرف هو شيء نابع من الداخل. ايوه على فكرة كمان موفلوكس اكثر شخص مبتكر ومبدع بهذه الامور. مثلا الناس قادرة على تحويل الكهرباء إلى ضوء أو تحويل الكهرباء إلى حرارة، لكن موفلوكس مختلف، قادر أنه يحول الشرف إلى فلوس. هذا علم تحويل الطاقة كملوها أنتوا بلا ما نحكي. شوف أنس مثلا، شوف أنس الشايب كيف مبسوط ها، شفتك مفكر حالك مخبى ها؟ يلا انبسط اوكي خل. اصلا هو موفلوجز هذا هدفه اسعاد الجماهير وجميع الاصدقاء، الجميع عائلة واحدة، هو والوطن العربي واخته وزوجته عائلة واحدة، قلب طيب. والدليل على هذا الشيء انه هو تزوج المنتج المناسب، منتج جاهز للعرض. يعني اخته مثلا كان يعلمك كيف تتصرف وكيف تتحرك وكيف تعرض وتلبس وشو تلبس اما حاليا لا، جاب منتج كامل متكامل متعلم كل شيء، ما في داعي يخبرها شو تلبس وشو تستعرض، لانه هي اصلا يمكن تستعرض حتى بدون ما تلبس. ما بتعب نفسه بشيء، بضاعة حسب الطلب، جاب استثمار مربح يضمن لك نتائج سريعة ومذهلة. شو لكن هذا هو التطور بالمحتوى. موفلوكس بلش يفكر ويحسبها صح، ما في داعي لتضييع الوقت. شو رايكم نشوف شوية مقتطفات من الفيديو اللي هو تزوج فيه؟ ليست هناك مشكلة، شغل. This works. I really do. أول شيء حكى إنه هو راح يتزوج، وبعدين حكى إنه أفضل مكان للتعرف على زوجة جيدة هو الإنستغرام. So there's only one place that you can find a good wife. Instagram. من هون بتعرف إنه هو معطوب من بداية المقطع. شاف هل ما بعرف شو اسمها اللي هو معجب فيها، اللي هي كانت صديقة نيمار سابقا، ما بعرف إذا صديقته أو شيء ثاني، نحن هيك بنحكي بس يعني للأداب بنحكي صديقة نيمار، ما بتعرف شو والله. خلص بلا ما نحكي. المهم راح شافها اجت عنده على السيارة، حكى انه والله شو اليوم متحمس. Yeah, today we have an exciting day. Very exciting. اذا متحمس وهيك شكلك انت يعني تشتغل على البطاريات. هون كان راح يعمل له مفاجأة، فات جاب الدبدوب، ما بعرف كيف كان جاهز فجأة الدبدوب، وجاب القليل من الورود وذهب اليها. اصلا شوف، هي اذا كانت راح تتزوجك بطلت راح تتزوجك. هذه الحركات تصف كبير، انت بالغ بتجيب دبدوب وكمل. نشوف اتى هذا الفتى حكى له ماي مدام انت يشرب ما يشرب، حكت له اوكي. هون حسيت بشي غريب. واو. حسيتوا في شيء غريب انتوا انا بالنسبه لي مش راح احكي، بس انتوا حسيتوا في شيء. اكيد هذه ردة الفعل لشيء مختلف، يعني هي خربطت بردة الفعل تبع متعة المشروب. ما بكمل. هون عطاها المفاجأة اللي كان مجهزة، ما بعرف كيف هو حطها بالمقعد الخلفي بدون ما تشوفها بالاساس، ورجع فجأة فيها من ما حدا بيعرف. خلص هي تفاجأت، بس كانت راح تسلخ وكف، لانه طب حدا بعد بيجيب دبدوب وورود وهذه الحركات. سلكت له مشت. شوف راح اختصر عليكم، اجت على البيت، الهدف من الفيديو كله نحن عرفنا شو هو. لا بتسوي لي حركات، كانت لابسه شيء وخلوها تلبس شيء ثاني. ليش؟ من شان الهدف الاساسي من الفيديو. بس مشان اختصر عليكم، حققوا الهدف من الفيديو، لبست هذا الشيء مشان الاستعراض، وصار شيء واحد بس. هون هذا ألقى خطاب يعني بيتمسخر فيه على المتزوجين او على الزواج، واخر شيء مد ايده وحاول يندمج بالمجتمع يعني، فما حدا عبره. ولو اكل كف بهذا الموقف كان احسن له، كان افضل. هو ما يعرف شو اللي صار معه، وما يعرف شو ممكن يتصرف وشو اللي اكله اصلا. هو اكل شيء بس ما بيعرف شو هو، يا ريت كان كف احسن له. مثل ما حكينا، اي شيء مستجدات بتصير معكم خبروني فيها، بس سووا لي منشن انتوا اوكي، هذا حساب الانستغرام. يلا بيس.